انا لما في حاجه بتطلع لي كده فجاه بكون عايز اعملها في ساعتها. بس هي لو حاجة غلط أنا حاسس إن هي غلط مش عايز أعملها عشان أخد التجربة. على حسب قدرة الأم أو الأب. ما تسيبوش اهاليكم بالعكس. بس هي يعني الدنيا مش كده. ليه معيار الفلوس بقى كل حاجة واهم حاجة في حياته؟ طب انا عايزة عربية لما اخش الجامعة. هو ميكس بين التربية والدين. الفلوس الفلوس الفلوس. احنا زمان كان معروف ان احنا مثلا بعد ما بنتخرج ونشتغل وهنتجوز بنروح نعيش لوحدنا، لكن ايه الفكر ان هم عايزين يعيشوا لوحدهم في السن ده؟ قالوا كلام كتير قوي، بس انا قعدت افكر هل من المنطقي ان انا اعمل حاجه مش شبهنا؟ يعني هل من المنطقي ان انا بعد العمر ده كله اسيب ماما وبابا وانا لسه اصلا ما فتحتش بيت واروح اعيش في شقه لوحدي عشان كل تصرفاتي تبقى من دماغي، محدش يبقى ليه حكم عليا، ارجع في الوقت اللي انا عايزه، ابقى اسال عليهم بالتليفون؟ هل ده منطقي او هل ده ملائم لعاداتنا وتقاليدنا؟ وفكره الاستقلاليه الماديه اللي هم كلهم عندهم نفس الهدف ليها دي جت منين؟ ليه معيار الفلوس بقى كل حاجه واهم حاجه في حياته؟ ليه لما تيجي تكلم واحد منهم يقعد يقولك هتديني كام؟ طب انا لو نجحت هتجيب لي ايه؟ طب انا عايزه عربيه لما اخش الجامعه. هما مش شايفين او عاملين نفسهم مش شايفين، هما بيطالبوا باللي اتسوق لهم، بحقوقهم اللي هما من وجهه نظرهم شافوها كده. ليه معيش زي صحابي؟ الفلوس الفلوس الفلوس. في فئة كده من الشباب دلوقتي محتاجين يبقى عندهم استقلالية شوية ويقعدوا في بيت لوحدهم ويعيشوا حياتهم لوحدهم. ايه رأيك في الموضوع ده؟ شايف إنه يبقى حرية وبتعتمد على نفسك برضه. أنت تقدر تتعلم تفتح بيت عشان بعد كده لما تيجي تتجوز أنت واخد خبرة وجاهز، وبرضه بتحوش لنفسك وبتستقل. بس برضه فيها عيب واحد اللي هو مثلا تبقى قاعد لوحدك لوحدك أو كده. مامتك وباباك هزورهم برضه. لو انت في دماغك حاجة عايز تعملها ومثلا حد من اهلك قالك لا يا نور دي غلط ما تعملهاش، انت هتبقى عايز تعملها وتاخد التجربة؟ وعلى حسب الحاجة، لو حاجة أنا شايفها مفيدة أحاول أقنعهم. بس هي لو حاجة غلط أنا حاسس إن هي غلط مش عايز أعملها عشان أخد التجربة. هل الحرية دي مخليك تعمل كل اللي انت عايزه وعارف ان هي هتتقبل ولو قعدت تتكلم معاها، ولا في حدود انت بينك وبين نفسك حاططها مش هتخرج براها حتى لو غلط؟ أنا دايما حاطط حدود حتى لو أهلي مش حاطين. يعني عمرها ما قالت لي ما تعملش كذا ولا قالت لي ما تخرجش مع كذا. يعني دايما عارفة إن أنا حاطط حدود وعارف إن أنا مش هعديها. اتعلمت منين الحدود؟ هو ميكس بين التربية والدين. في موقف مرة حسيت ان انت عايز تعمله ايا كان النتائج بتاعته؟ او انا بالنسبه لي انا الصراحه انا لما في حاجه بتطلع لي كده فجاه بكون عايز اعملها في ساعتها. بس هي يعني الدنيا مش كده. طب انت بتبقى مخطط ايه اللي هيحصل لو انت عملت الموقف ده، ولا انت عايز تعمله وخلاص؟ انا بشوفها من يعني مش من المدى البعيد. هو دي المشكله بقى، انا مش بشوفها من المدى البعيد، بس هي مامتي الصراحه بتشوفها من المدى البعيد. بس انا بكون ساعتها بقول ليه لا، يعني ما يلا. طب عايز اسالك سؤال، انت لما بتاخد قرار في الموقف ده وتعمله وحصل كارثه مثلا، بتبقى حاسس ان انت عملت الموقف وكنت قادر ان انت تعمله لوحدك، ولا بيضايقك النتائج وتحس ان انت لا ما كانش ينفع تعمل كده؟ طبعا مضايقني كذا مره اعمل حاجه بسرعه واندم عليها، ما بشوفهاش من برسبكتيف بعيد كذا مره. يعني انا بكون شايف مثلا ان انا عايز اجيب حاجه دلوقتي حالا اجيبها، يعني لو مامتي ربنا يخليها بتجيبها لي ساعتها، بس بعد كده بقى يعني هي بتكون قايله عيوب الاضرار بتاعه الحاجز دي، بس في الاخر بتجيبها لك. بتجيبها لي، بس طيب. بعد كده بقى بيحصل حاجه بقى تندمني عليها. انت شايف ان الانفصال ده بيأثر على الولاد؟ يعني بتقدر تقيم صحابك مثلا مين منهم قاعد في بيئة متوازنة مع ام واب، ومين منهم حاسس ان هو محتاج حاجات كتير؟ ممكن تفرقي مين، بس مش دايما عشان مش بيبقى كله. على حسب قدرة الأم أو الأب هم يقدروا يربوا عيالهم لوحدهم، أو حسب برضو بعد الأهل عن بعض. يعني ممكن يزوروا الاتنين ولا واحد بيبعد خالص. طب أنا عايزة أسأل سؤال، لو ماما بطلت تتكلم وتقول لك نصايح وبطلت تقول لك حاجة، انت هتبقى مبسوط؟ لا طبعا. هتبقى عايز حتى لو مش هتسمع كلام؟ لا. لما بتعمل موقف وبتشوف ان مثلا مامتك كانت قايله لك عليه ما تعملوش وعملته وحصل مشكله، انت بتبقى مبسوط ان انت جربت ودخلت جوه التجربه دي فخلاص مش هتعملها تاني خالص، ولا كنت تحب اكتر ان انت ما تخشش التجربه دي وتسمع الكلام من بره الموضوع؟ لا مش هبقى فرحان. هو مش كل تجربه بتطلع يعني بانك خدت التجربه وانبسطت، يعني دايما بيبقى فيه خسائر كبيره. بس لو هي حاجه كبيره يعني فما اظنش. فانت تنصح اي حد زيك في سنك ان هو مش كل تجربه يخشها ويبقى عارف ان هو ممكن يخرج منها بتجربه، صح؟ دايما ممكن يخسر فما يجربش. فكره ان الماديات
بقت اهم حاجة في حياتنا، وان احنا كمان من كتر ما هم مش شايفين اي حاجة غيرها بقوا يعاتبوا ابهاتهم ان هم امكانياتهم محدودة. كم من اب دلوقتي قاعد شايل هم مصاريف مدرسة ابنه، وانه يعدي المرحلة دي عشان يرتاح ويشم نفسه شوية، عشان لو جرى حاجة وابنه ما عداش المرحلة دي او سقط هو هيعيد تاني المصاريف من اول وجديد، عشان هو بيحسب اليوم بيوم. عشان الازمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها ما بقاش حد حاسس بيها غير الاهالي بس، لا، حسسوا ولادكم ان هم لازم يشاركوكوا في الازمه دي، لازم يعيشوا على قد امكانياته. لو انا كأب انت مش راضي عن امكانياتي، قدامك فرصه ان انت تشتغل وتيجي على نفسك وتشتغل وتجتهد عشان تعمل اللي انا ما عملتوش. لكن ده انا اقصى حاجه وصلت لها. ما تسيبوش اهاليكم، بالعكس انا بكلم الولاد دلوقتي والبنات اللي في السن ده، انتوا كبرتوا بما فيه الكفايه، وزي ما انتوا مدركين لحاجات كتير احنا ما نعرفهاش، يا ريت يبقى من ضمن ادراككم ده ان انتوا تخلي بالكم قوي من الشيله التقيله اللي اهاليكم شايلينها، وتخلي بالكم قوي ان هم بيتعبوا ويعملوا مجهود جبار عشان خاطر يخلوكم توصلوا للمستوى اللي انتوا فيه، وكتر خيرهم قوي ان هم واقفين معاكم لغايه المرحله دي. في ناس كتيره زمان كانت تتمنى توصل لنفس التعليم اللي انتوا متعلمينه، وكانت تتمنى توصل للمعامله اللي انتوا بتتعاملوا بيها. حقكم ان انتوا تتعاملوا كويس وتتعاملوا بأدمية، بس زي ما في ناس كتيرة قوي ما تربتش في نفس البيئة دي وطلعت اهاليها فخورين بيها، وتعرضت لأزمات كتيرة في حياتها وصممت ان هي تبقى حريصة ان هي تعوض كل اللي فاتها وتعوض ابهاتها وامهاتها ويقول لهم شكرا على المجهود اللي هم عملوه معاهم. خليكم انتوا كمان باصين على الحاجات دي، ما تبصوش على نفسكم بس.